بيقتل ابوه بيدمر حياته فبيقرر ينتقم من الكل. قبل ما نبدأ الفيديو الجبار لازم تطلع القهوة من على النار تجيب الفشار. فيلمنا بيبدأ بأدونيس وهو صغير، وأدونيس بيكون ابن الملاكم ومشهور، البطل المسعور الأمريكي المجنون كرين، وبيكون في السجن أكيد بسبب جريمة قتل يا صديقي. ما انت ابن كرين ابن المجانين. بيكبر أدونيس وبيبقى مقاتل بفتيس، تديله الأول يخلص على جيش، وفعلا بيقول الأول بيخلص عليه، وبعدين بيتفرج على أبوه وبيقلد حركاته، وبيروح لمدرب بيقول له دربني معاك، بيقول له ده مستحيل، انت عايز يحصل فيك زي ما حصل في أبوك؟ بيقول له أنا غير أبويا، بيقول له لأ، يقول له طب اوعى من طريقي، اسمعوا شوية خرفان، اللي هيكسبنا اديله العربية تمام؟ بيقولوا له تمام. بتبدأ المطحنة وبيفرح شوية، ولكن الفرحة ما بتستمرش كتير. بيقولوا اللي بياكل البني آدمين بيكسر له أضلاعه وبيخليه يسلم على الشهداء اللي راحوا، وبتتدمر طموحاته وأحلامه لفترة طويلة لحد ما وصل المدرب العظيم اللي هيغير حياته 190 درجة. روكي بيبدأ تدريب من النار وبيلعب أول مباراة ضد مقاتل الجبار. الأول بيكونوا متعادلين وبعدين بيكسب أدونيس، وبننتقل بعد كده لأدونيس بيخطب بيانكا. وفي نفس الوقت بنلاقي مدرب كولاند بيقول له ما تدورش بقى على خصم قوي تختم بيه مسيرتك في الملاكمة. أدونيس ابن كريد ومدربه الأسطوري روكيت، فتخيل انك تنهي مسيرتك باسمين تقال زي دول، وقتها هتكون معاك فلوس ياما. وبيتصل بروكت عشان يعرض عليهم المباراة، وبيقول المباراة دي هتكون حدث مهم جدا في سيادتك وهيشهد عليها سيادك. فاجتمع العظماء أدونيس وروكت، أنا واثق إني هفوز لأن مدربي أسطورة من أساطير العالم. وتقريبا كده بيتشعر في نص دماغه بيجيبه على الأرض وبيودوه مستشفى، وبيكون عنده المرض الخبيث سرطان يا صديقي. بتقول له الدكتورة أنت محظوظ لأن المرض لسه في أوله، وما تقلقش هنقدر نسيطر عليه. بيقول لها فكك من الكلام ده، انا مراتي كان عندها نفس المرض وكان برضه لسه في اوله وماتت. بتقول له طب العلاج؟ بيقول لها بالله اشربوا ميته. وبعدين ادونيس بيكتشف المرض وبيعرف ان مدربه عنده السرطان. بيقول له انت لازم تتعالج. بيقول له يا عم انت مالك، انت من بيت اهلي. فبيزعل ادونيس وبيروح حفله وبيلاقي هناك واحد بيستفزه فبيفرمه بخلطه الفلوفيستو. وبعدين بيروح السجن وبيجي له مدربه بيقول له خلاص يا عم بقى ما تزعلش احنا عيله واحده. بيقول له انا مش هلعب المباراه غير لما تتعالج. ويبدا المدرب في العلاج وادونيس بيتدرب جنبه. وبعدين بيروحوا مؤتمر صحفي وبيقول له المدرب خليك هادي، هو هيحاول يستفزك في الكلام بس ما تردش عليه، حاول تسيطر على غضبك. ليه يا حاج انت مربي الطور ولا ايه؟ وبيستفزوا كلين، وادونيس بيسمع كلام مدربه وبيمسك فيه. ومن حسن الحظ ان انا كنت هناك وفكيتهم. وبتبدا المباراه وروكوت بيقول له اخيرا جه الوقت انك ترجع حقك وكرامه ابوك. في الاول بيكونوا متعادلين وبعد كده بتظهر سيطره كولان وبيرشقوا بنيه في وشه بيكون على وشك الخساره. وبيفتكر ادونيس ماضي مع ابوه وبيقول انا لازم انتقم، وبيقول وسع ولا ويدوله القضية ممكن ويخلص عليه. وكده بيكون رجع حقه وكرامة ابوه. وكولين قلبه بيحن وبيقول له كمل يا بطل وفي يوم من الايام هتوصل لبطل العالم. ايوه كده جيب ورقة يا عيال ما تجيش غير بالضرب. انا مش هقول لك تحط لايك ولا تشترك في القناة. امشي بقى يا عم انت مستني ايه؟ الفيلم خلص خلاص.